يلا تفضلوا. Ik ben Zahura Al-Masri. Ik ben 28 jaar oud. Ik kom uit Syrië, maar mijn nationaliteit is Palestijn. Ik heb 2 kinderen, Omar en Rafif. Rennen, Bas! Rennen! Ik woon in Nederland, in Horen, met mijn kinderen en met mijn man. Mijn man is Mohammed. Ik ben in Nederland بس 11 maanden. والكاراتيه هي بتعطيني القوة بتعطيني ثقة بالنفس. أنا بدأت هاي الرياضة من أنا وصغيرة، تعلمتها من بابا وحبيتها كتير. ضلتني عم بكبر عليها وحسيتها الكاراتيه صارت جزء مني. اتش هوخ هوخ بدي اتش مي سان شي. اجيت لهون على هولندا، بروبير خنوخ. قلت لهم بدي افتح صالة كاراتيه هون عندكم بالفايك سنتروم. حسيت في الموضوع كتير مرغوب فيه. يعني مثلا مرة تعرضت لسؤال انه زهور انا بدي اياكي تيجي تدربي عندي في الاولاد الصغار بالروضة، بس خايفة الاطفال الصغار يصير عندهم عنف. قلت لهم لا بالعكس، الطفل اللي بيكون عنده عنف هو هذا العنف بيتشذب وبصير كتير شيء حلو عنده. اتش حي ني حي سان شي جو بيت سيتش هاتش جو تخبيط. دروس الكاراتيه هي بعطيها للاولاد اللاجئين وللأولاد كمان اللي هون هن ولدانين اصلا. هن ممكن يكونوا اتراك، ممكن يكونوا هن هولنديين. انا فاتحه حتى الباب لاي جهه. ما اوبن حاول. انا كثير بحاول اني اعطي دروسي بالهولندي، باللغه الهولنديه، عشان احس حالي اني انا كمان عم بندمج بالمجتمع الهولندي. انا بحس الكاراتيه رح تثبتني بهولندا ورح تحببني فيها اكثر. اذا انا حاسه بالغربه الكاراتيه رح تهون القصه علي. اوكي ان سترونج اس يا ستيرك النيدرلاند يا اتش. الطفل رح يتعلم من الكاراتيه اول شيء انه هو يدافع عن نفسه. ثاني شيء بحس حاله انه هو بيقدر يعتمد على نفسه بشخصيته القويه. اذا كان في عنده تردد الكاراتيه تحذف له هذا التردد من حياته. الكاراتيه بتعلمك الاندفاع بطريقه كتير حلوه وايجابيه.